هاي جايز، فلوج جديد وهالمرة مسافر. عندي سفرة وكتير مميزة، حتكون فيها مفاجآت كتير. رح تكون طويلة، رح احاول ساويها بفيديو واحد، بس اذا طلع طويل رح احجزه على عدة اجزاء. يلا رايح المطار، اشوفكن بالمطار. صرت بالمطار، خلصت الاجراءات، كبوا لي نص السوائل تبعوتي، وهلا ناطر الطيارة وتأخرت كمان ساعة ونص. رح تتأخر الطيارة، قاعد عم انطر الفرج وكبوا لي قداحتي. كيف بدي ادخن انا هلا؟ قال شو ممنوع على القداحات بالطيارة؟ هلا كيف بدي ادخن انا؟ منيح ما كبوا لي مكياجاتي. قلت له لا، خلي المكياجات وكب القداحة. طبعا انا عم اعاني مع الانتظار، تأخير الطيارة. صار لي ساعتين قاعد، ولسه يمكن كمان ساعتين تانيين والمكان فاضي ومليت. مليت. صرت بالطيارة، رح فرجيكم الجهة الثانية شو عم بتفرج هلا. حلو المكان، مريح، الكرسي مريح، بحط رجلي هلا نتفرج على افلام. منيح انه في عربي، افلام مترجمة كله، حبيت. هاي مشان يضل العصير بارد. حلو، في خيارات كتير بالشاشة، يعني في افلام، في العاب، في برامج تلفزيونية، لك حتى في بث مباشر. تعال نشوف شو في شي بث مباشر خارج عن اطار الاستخدام الان، يمكن لانه بعدنا ما طرنا. يلا بنحضر الافلام الرائجة. يلا باي، خليني اكمل احضر اتسلى. واخيرا رح نقلع فاينلي بالسما وملل، وجابونا المقبلات. عبينا الكرج، هلا قيلولة تايم، نمشي شوي بين ما نوصل. هاي الطيارة عم تهبط. نزلنا من الطيارة وصلنا الحمد لله على اسطنبول، وهلا ركبت السيارة ورايح على الأوتيل. وهي وصلت على الأوتيل بسجل دخول. أخيرا وصلت على الأوتيل، وهي غرفتي. حبيت، واسعة، فيها تختين ومجوزين. وإطلالة حلوة. هاي الإطلالة، أوه I love it. شوف الحمام نايس، لا تقولوا لي I love it. هاي طبعا جايز، انا نمت ساعة ونص وهلا صحيت، نزلت افطر وعندي روحة على المستشفى. يلا تشوفوا. وهلا اجت السيارة تاخذني على العيادة. طبعا من شوي خلصت العملية الأولى، ضلتني 10 ساعات بغرفة العمليات وشوفت عينكم، بس إن شاء الله بكرة بخف الوجع شوي، موجوع شوي لأني صباحا. هلا رايح على أهم 3 عمليات. متوتر ومبسوط. متوتر لأني إن شاء الله آخذ نتيجة اللي بدي إياها. مشوار طريق قدامنا من الأوتيل للمستشفى. مناظر حلوة باسطنبول، البحر ولا أروع. ومن شوي من كم ساعة خلصت ال3 عمليات تبعون الجسم والمؤخرة، ومو قدران أقعد. وهي كاس الدم
طعموني اكل، وهلا لازم اتمشى شوي لحتى اقدر صحصح. بعدني من البنج راسي مو طبيعي. اول ليله الحمد لله مضيت على خير، وهلا صحيت من شوي، فطرت وضبيت اغراضي وقالوا لي فيك تروح على الاوتيل، فروح على الاوتيل ان شاء الله يكون الوضع تمام. بعدهم اكياس الدم معلقين وانا مو قدران اقعد، بس لازم اكون قوي، اللي بده يتجمد يتحمل. وهلا اجيت على المستشفى الاخير لحتى اعمل اخر عمليتين عيون القطة ورفع الحواجب. وهلا اجيت على المستشفى الاخير، عندي اخر عمليتين، هيك بيكون التوتال 6 عمليات خلال اسبوع. هاي المستشفى وهاي التخت، وبشوفكن بعد العملية، عملية العيون. وطبعا خلصت اخر عمليتين اليوم، قص الجفون وعيون القطة. بعده مرة وشي، فت على غرفة العمليات الساعة 10 بالليل، ما بعرف اي ساعة صحيت لهم، بس لما صحيت كانت شي الساعة 3 كنت، مع انه هي العملية مدتها يمكن ساعة بس وهيك بتكون نتيجة. بس لسه مرة فرجيكم اياها بعد كم يوم. طبعا امبارح بالليل الساعة 10 المساء عملت عمليتي عيون القطة، واليوم هاي الظهر الساعة 12 طالع من المستشفى وراجع الاوتيل، ناطر السيارة بالستاربكس. طبعا لما خلصت المستشفيات وخلصت من التقسيم رجعت على الاوتيل الاساسي اللي كنت قاعد فيه. رجعت اخذت غرفة مرتبة كمان كبيرة. هلا فرجيكم هون في اطلالي على الحمام جوا. هاي الفيو برا المسبح، كتير حلو المنظر. هلا فرجيكم كمان اطلالة الحمام من جوا بتضحك، عشان اللي قاعد عم يتحمم يشوف برا. انا واوليفا بالسفينة رايحين على اسيوية، بكره طيارتي، بكره بسافر. اوليفا ميرسي على كل شيء يا روحي، كثير انبسطت. نحن بالامينونو شو رايكم؟ جد وانا طالعين عيني قطة، بس من خارج بدها تظبيط. انا طبعا انا خلصت مواعيد الدكاترة، شفت عيوني وشفت جسمي، بس رجع على الاوتيل المسا بقول لكم شو النتائج. طبعا بعدين شفت اوليفا، اليوم اخر يوم الي بتركيا، بكره مسافر، فحبينا نقضي سوا النهار. رايحين من اسطنبول الاوروبيه للاسيويه هي بالسفينه، وشو بدنا نعمل؟ بدنا ناكل، نشتري اغراض، نكسدر. وهي كاسر الامواج باسطنبول. اخر فطور الي باسطنبول، بعد شوي طيارتي ان شاء الله. وهاي جايز، هلا اخر يوم الي بتركيا اسطنبول تقريبا، شوي وطالع من الاوتيل رح ارجع على برلين. طبعا ما صورت لكم كثير فيديوهات او كثير اشياء لانه كنت كثير تعبان. مثل ما الكل بيعرف عملت حوالي 6 عمليات تقريبا باول اسبوع، فكان عندي ارهاق بالاضافه للاوجاع اللي استمرت. ومثل ما شايفين لسه وشي فيه اوجاع ولسه مشوه شوي، حتى العمليات النحت لسه في وجع والسيليكون، فما عم اقدر اتحرك مزبوط. بالاضافه لاني ما عملت كتير اشياء نشاطات، يعني طلعت ومشيت بس مو كتير، يعني كان شوي الحركه شوي صعبه. فامبارح تحسنت شوي اخر ايامي، وان شاء الله هلا تمام الوضع، احسن من قبل بكتير. وان شاء الله لي رجعه تاني على اسطنبول عن قريب. العمليات الحمد لله كلهم نجحوا، وكلهم حبيت نتائجهم، وبس ما خلصت. في إلي اكيد لازم ارجع اعمل كمان عمليات، بس لازم ارتاح فتره لانه هيك قالوا لي الدكاتره. خصوصا انه كمان لما عملت عملياتي هون كان الموضوع شوي صعب، يعني بعض الاحيان كان اعمل عمليه استراحه يوم، بعدين عمليه، بعدين يعمل لي مثلا تيست للدم تبع مشان يعملوا لي عمليه او يفوتوني على البنج. اكثر من مره صارت انه مثلا دكتور البنج يرفض يبنجني، يقول لا نسبه البنج لساتها عاليه من قبل بيومين، فتتاجل العمليات. فكان الموضوع ما بقول لكم كيف. بس المهم الحمد لله خلصت من كل شيء، خلصت كل شيء. يعني كنت جاي حاطط براسي عمل 6 عمليات وعملتهم كلهم.
وهلا انا لازم سلم هالاوتيل، هالغرفة الحلوة وهالفيو الحلو اللي برا، وروح هالمطار. بشوفكن بالمطار. وهلا عم نودع، راجع على برلين، رايح على المطار هلا. وهلا صار لازم نقول باي باي لإسطنبول. طبعا عملت تشيك ان وقاعد ناطر يصير وقت الطيارة لحتى طير. هلا راجع على برلين بالطيارة، شوي ومنطير. طبعا بالطيارة جابونا المقبلات، وانا ما باكل اكل بحري فحت نكب المقبلات. من بعد ما جابوا لي سي فود غيروا لي اياه. اجواء رومانسية. سكرت الباب، شغلنا ليدي جاجا، تمددت، سكرت الشباك وطفيت الأضوية. وهيك وصلت مطار برلين أخيرا. جايز لهون بكون وصلت على بيتي. أتمنى لكم فلوق حلو يكون عجبكم. لازم روح ارتاح. باي.